السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناة تي في. النهاردة معنا موضوع جديد وقناة جديدة على النيل سات. النهاردة معنا قناة بادر. القناة موجودة على النيل سات وتعمل بتقنية الاس دي، يعني التقنية العادية، يعني تقدر تنزل القناة على أي رسيفر موجود عندك. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد بالشكل الصحيح، تابع معانا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناة دعمنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو حصري وجديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله خطوات تنزيل القناة. من الريموت كنترول هتضغط زر القائمة الرئيسية منيو، تقلب يمين وشمال في القائمة لحد ما تجيب أمر التركيب أو أمر البرمجة أو أمر التكوين. الكلام ده بيختلف من رسيفر للتاني على حسب البرمجة والأوبشن الخاصة بالرسيفر بتاعك. أنا عندي مكتوب البرمجة، هضغط أوكي. هتقول لك أدخل الرقم السري بتاعك لو فيه رقم سري. هتنزل على حاجة اسمها قائمة الترددات. أول ما تخش على قائمة الترددات هتلاقيها معاك تقريبا نفس الشكل دي، اسم القمر من فوق نايل سات، ومن تحت الترددات الخاصة بالقمر. من تحت خالص في القائمة هتلاقي 4 أوامر رئيسية، دي الأوامر اللي أنت هتشتغل عليه. الأوامر هي إضافة، تعديل، حذف، بحث، وكل أمر له لون معين. طبعا الألوان دي بتختلف من رسيفر للتاني على حسب البرمجة والأوبشن الخاص بالرسيفر بتاعك. أنا عندي إضافة اللون الأحمر، هضغط على اللون الأحمر. أول ما هتضغط على زر الإضافة هتظهر معاك قائمة بالشكل دي، اسم القمر نايل سات، من تحت رقم التردد، من تحت خالص تلاقي التردد معدل الترميز القطبي. دي البيانات المطلوبة منك تضيفها عشان تنزل القناة بالشكل الصحيح. أول حاجة هتيجي عند التردد وتكتب التردد الخاص بالقناة وهو 11636. نكتب مع بعض التردد 11636. تضغط أوكي. تنزل على معدل الترميز تكتب 27500 وتضغط أوكي. تنزل على القطبي خليها حرف الفي يعني عامودي وتضغط أوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد. تضغط أوكي على التردد هتظهر علامة صح بالشكل دي. أول ما تظهر علامة الصح على طول تضغط على زر البحث، وزر البحث عندي اللون الأزرق. أول ما هتضغط على زر البحث هتظهر معاك قائمة بالشكل دي. القائمة دي فيها أمرين مهمين جدا، بحث الشبكي ونوع القناة. هتروح على بحث الشبكة تخليه مغلق عشان ما يعملش بحث في جميع الترددات وياخد معاك وقت. هتروح على نوع القناة هتخليه مجاني عشان ما يعملش بحث في جميع القنوات الموجودة على التردد، وينزل لك القنوات المشفرة لو فيه قنوات مشفرة على التردد. وتضغط أوكي. كده يبدأ معاك الرسيفر يعمل عملية بحث شاملة في التردد، وينزل لك جميع القنوات الجديدة أو جميع القنوات اللي مش موجودة عندك الخاصة بالتردد دي. هيخلص الرسيفر بحث وهيقول لك حفظ نتيجة البحث. هتنزل على كلمة نعم وتضغط أوكي. بكده احنا يكون عملنا إضافة للتردد وعملنا تنزيل الجميع القنوات الموجودة على التردد. نطلع من القائمة ونشوف مع بعض القناة نزلت ولا لا. قناة بادر تي في، هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل. القناة موجودة على النيل سات، زي ما قلنا تعمل بتقنية الاس دي على التردد الخاص بها زي ما انتم شايفين 11 ب 636 على 27500، حرف الفي يعني عمودي. هذه القناة شغالة بدون أي مشاكل، وهذه جودة الإشارة 99%. القناة شغالة بدون أي مشاكل على التردد اللي احنا عملنا له إضافة. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص وشرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.